اسمي ماجدة، عمري 39 عاماً. عندما ينظر إلي الناس غالباً لا يصدقون عمري الحقيقي، لكن الحقيقة أن السنوات التي عشتها لم تكن سهلة أبداً. أنا متزوجة منذ 20 سنة تقريباً، ولدي ولد اسمه خالد يبلغ الآن 20 عاماً ويدرس في الجامعة. وبنتي الكبرى تزوجت منذ حوالي 2 وانتقلت إلى بيتها. زواجي من سامح لم يكن قصة حب كما يحدث في الأفلام. كان زواجاً تقليدياً تم بسرعة بين العائلتين. لم يكن بيننا خلاف كبير، لكن في الوقت نفسه لم يكن هناك ذلك الشعور الذي يجعل الحياة بين الزوجين دافئة. بعد عامين فقط من زواجنا، سافر سامح للعمل خارج البلد، وقال إن السفر لن يستمر طويلاً، فقط بضع سنوات حتى تتحسن ظروفنا. لكن السنوات مرت بسرعة، وتحول السفر إلى أسلوب حياة. أصبح وجوده في حياتنا مقتصراً على مكالمات هاتفية متقطعة وتحويلات مالية كل شهر. كان يأتي في إجازة قصيرة مرة في السنة، أحياناً شهراً وأحياناً أقل، ثم يعود مرة أخرى لعمله. مع مرور الوقت اعتدت على هذا الغياب، لكن الحقيقة أنني كنت أعيش معظم حياتي وحدي. كنت الأم والأب في نفس الوقت. أنا من أتابع دراسة أولادي، وأنا من أحل مشاكلهم، وأنا من أواجه الحياة اليومية بكل تفاصيلها. ورغم التعب، كنت دائماً أحاول ألا يشعر أولادي بأن هناك شيئاً ينقصهم. خالد، ابني الأصغر، كان دائماً قريباً مني، يحكي لي عن يومه، عن الجامعة وعن أصدقائه. لكن في الفترة الأخيرة أصبح يتحدث كثيراً عن صديق واحد بالتحديد، اسمه علي. كان يقول لي دائماً: علي ده جدع جداً يا ماما، والله لو ما كانش علي معايا في الجامعة كانت الدنيا هتبقى صعبة. ومع الوقت بدأ علي يزورنا في البيت كثيراً. في البداية كان يأتي فقط للمذاكرة مع خالد، لكن بعد فترة أصبح وجوده شبه دائم. أحياناً يتأخر حتى الليل، وأحياناً أخرى يبيت عندنا إذا كان لديهم امتحان في اليوم التالي. من خلال الأحاديث عرفت أن حياته لم تكن سهلة. والده مسافر مثل والد خالد، لكن والدته لم تتحمل الغياب وحدث الطلاق. بعد ذلك تزوجت من شخص آخر، وعلي لم يشعر بالراحة في هذا البيت الجديد، فاختار أن يعيش بمفرده في شقة صغيرة قريبة من الجامعة. ربما لهذا السبب تعاطفت معه في البداية. كنت أحرص أن يأكل معنا عندما يأتي، وأحياناً أعد له أطباقاً يحبها. كنت أراه شاباً محترماً وهادئاً، يشكرني دائماً على أي شيء أفعله. لكن مع مرور الأيام بدأت ألاحظ شيئاً غريباً داخلي، شعور لم أفهمه في البداية. كنت أحاول إقناع نفسي أنه مجرد تعاطف مع شاب يعيش ظروفاً صعبة، لكن الحقيقة أن الأمر لم يكن بهذه البساطة. كل مرة يدخل فيها علي البيت كنت أشعر بأنني أنتبه لوجوده أكثر مما ينبغي، وكأن هناك شيئاً يتغير داخلي دون أن أفهم لماذا. كنت ألوم نفسي وأقول: ما لك يا ماجدة، ده صاحب ابنك. لكن رغم كل محاولاتي لتجاهل هذا الشعور، كان يكبر شيئاً فشيئاً، ولم أكن أعلم أن موقفاً بسيطاً سيحدث بعد أيام قليلة داخل المطبخ سيجعل كل تلك المشاعر التي أحاول إنكارها تظهر فجأة. لكن ما حدث في تلك الليلة كان بداية شيء لم أتخيل أبداً أنه قد يحدث في حياتي. بعد الأيام التي بدأت فيها ألاحظ ذلك الشعور الغريب داخلي، حاولت كثيراً أن أتعامل بشكل طبيعي. كنت أقول لنفسي إن الأمر مجرد أوهام بسبب الوحدة والفراغ الذي أعيشه منذ سنوات. كنت أركز على البيت وعلى مسؤولياتي، وأحاول أن أتجنب التفكير في أي شيء قد يجعلني أشعر بالذنب. لكن علي استمر في المجيء إلى البيت بشكل شبه يومي. هو وخالد كانا يذاكران معا أغلب الوقت لأن الامتحانات كانت قريبة، وأحياناً كان يبيت عندنا إذا تأخر الوقت.
في تلك الليلة تحديداً كان البيت هادئاً جداً. خالد وعلي كانا في الغرفة يذاكران، وأنا انتهيت من تحضير العشاء وبدأت في تنظيف المطبخ. ارتديت عباءة منزلية خفيفة كعادتي عندما أكون في البيت وحدي تقريباً. وضعت هاتفي على الطاولة وشغلت أغنية قديمة أحبها كثيراً. كانت من الأغاني التي تجعلني أبتسم رغم التعب. بدأت أغني مع اللحن بصوت منخفض بينما أغسل الأطباق، ومع مرور الوقت بدأت أتمايل قليلاً مع الموسيقى. لم يكن رقصاً حقيقياً، مجرد حركة خفيفة مع الإيقاع. ربما كانت تلك لحظة نادرة أشعر فيها أنني أعيش لنفسي قليلاً. المياه كانت تتناثر من الحوض وتبلل أطراف ملابسي، لكنني لم أهتم. كنت مندمجة في الأغنية لدرجة أنني لم أسمع أي حركة خلفي. وفجأة شعرت بشيء غريب، كأن هناك من يقف في المكان. استدرت بسرعة فتجمدت في مكاني. كان علي واقفاً عند باب المطبخ. لم أكن أعرف منذ متى كان يقف هناك، ولا كم من الوقت شاهدني وأنا أغني. تلعثمت قليلاً وقلت بسرعة: آسفة، ما كنتش واخدة بالي إن حد واقف. ابتسم بخجل وقال: لا لا، أنا اللي آسف، كنت رايح الحمام بس. ثم أضاف بعد لحظة قصيرة: بس بصراحة صوتك حلو جداً وإنتي بتغني. لم أتوقع هذه الجملة. شعرت فجأة بشيء من الإحراج وربما قليل من الارتباك. حاولت أن أتعامل مع الموقف بخفة فقلت مازحة: صوتي بس اللي حلو؟ تردد علي لحظة وكأنه يفكر في الرد المناسب، ثم قال بصراحة مفاجئة: لا، الحقيقة إنك جميلة كمان. توقفت يدي عن الحركة للحظة. لم أعرف ماذا أقول. ربما كانت مجرد مجاملة، لكن طريقة قوله للجملة جعلتني أشعر أن الأمر ليس عابراً تماماً. ابتسمت بخجل وحاولت تغيير الموضوع بسرعة. بعدها اعتذر مرة أخرى ودخل الحمام. بينما بقيت أنا في المطبخ وحدي أفكر فيما حدث. لم يكن الموقف كبيراً، مجرد كلمات بسيطة، لكن تلك الكلمات بقيت تدور في رأسي طوال الليل. لماذا قال ذلك؟ هل كان يقصد ما قاله فعلاً؟ أم أنها مجرد لحظة عفوية؟ لكن الشيء الذي لم أستطع إنكاره أن تلك الكلمات جعلتني أشعر بشعور لم أشعر به منذ سنوات طويلة. شعور بأن أحداً يراني ويلاحظني. ولم أكن أعلم أن تلك اللحظة الصغيرة كانت مجرد البداية، وأن الأيام القادمة ستجعل الأمور أكثر تعقيداً مما كنت أتخيل. لأن ما حدث بعد 3 أيام فقط كان الخطوة الأولى نحو طريق لم أكن مستعدة له أبداً. بعد موقف المطبخ حاولت أن أتصرف وكأن شيئاً لم يحدث. في الظاهر كان كل شيء طبيعياً، لكن في داخلي لم يكن الأمر كذلك أبداً. الكلمات التي قالها علي تلك الليلة بقيت عالقة في ذهني. لم تكن مجرد مجاملة عابرة كما حاولت أن أقنع نفسي. كانت الطريقة التي قالها بها، النظرة في عينيه، كل ذلك جعلني أشعر أن هناك شيئاً مختلفاً. في الأيام التالية استمر علي في المجيء إلى البيت كعادته. كان يجلس مع خالد لساعات طويلة يذاكران معاً، وأنا كنت أتحرك في البيت كأنني مشغولة بأعمالي اليومية. لكن الحقيقة أنني بدأت ألاحظ شيئاً. أحياناً عندما أدخل الغرفة لأعطيهم الشاي أو الطعام أجد علي ينظر نحوي للحظة أطول من المعتاد، وعندما أرفع عيني نحوه يبعد نظره بسرعة وكأن شيئاً لم يحدث. ربما كان الأمر مجرد صدفة، لكن تكرار تلك اللحظات جعلني أشعر أنني لست الوحيدة التي لاحظت ما حدث في المطبخ. ومع مرور الوقت بدأت ألاحظ شيئاً آخر في نفسي أنا. صرت أهتم بمظهري أكثر عندما أعرف أن علي سيأتي. أختار ملابس أجمل قليلاً، أضع عطراً خفيفاً، وأرتب شعري بعناية أكثر. كنت أقول لنفسي إن هذا مجرد اهتمام طبيعي، لكن في أعماقي كنت أعرف أن الأمر أكبر من ذلك. وفي داخلي كان هناك صراع مستمر. جزء مني كان يقول بوضوح: توقفي،
هذا خطأ. لكن جزءاً آخر كان يهمس لي: أنت إنسانة، ومن حقك أن تشعري بأن هناك من يراك. كنت أحاول أن أهرب من هذه الأفكار قدر الإمكان، لكن في أحد الأيام حدث موقف جعل الأمور أكثر تعقيداً. كان خالد يستعد للخروج لزيارة عمته التي كانت مريضة قليلاً. قبل أن يخرج قال لي: ماما، أنا رايح أطمن على عمتي وهتأخر شوية. لو علي يحتاج حاجة خدي بالك منه. هززت رأسي بالموافقة وقلت: ما تقلقش، خليك مطمئن. بعد أن خرج خالد أصبح البيت هادئاً جداً. لأول مرة أدركت أنني وعلي وحدنا في الشقة. جلست في غرفتي للحظة أحاول أن أهدئ أفكاري. قلبي كان ينبض أسرع من المعتاد، رغم أنني لم أفهم لماذا أشعر بكل هذا التوتر. وقفت أمام المرآة قليلاً، ثم غيرت ملابسي. لم تكن خطوة كبيرة، لكنني اخترت شيئاً أجمل قليلاً مما أرتديه عادة داخل البيت. وضعت قليلاً من العطر، ثم خرجت من الغرفة. كنت أعرف أن علي في غرفة خالد يذاكر. توقفت لحظة أمام الباب، ثم طرقت بخفة. قال من الداخل: اتفضل. فتحت الباب ودخلت بابتسامة هادئة وقلت: تحب أشربك شاي؟ رفع رأسه من الكتاب ونظر إلي. للحظة بدت أطول مما ينبغي، ثم قال بصوت متردد قليلاً: لا شكراً، ما فيش داعي. لكن التوتر في الجو كان واضحاً. اقتربت قليلاً وقلت مازحة: مالك ساكت كده؟ لم يجب مباشرة. كان واضحاً أن هناك شيئاً في تلك اللحظة لا يستطيع أي منا تفسيره. لحظة صمت قصيرة، لكنها كانت مليئة بالمشاعر التي لم تقل. وفي تلك اللحظة تحديداً أدركت أن الخط الذي كنت أخاف الاقتراب منه أصبح قريباً جداً، لكنني لم أكن أعلم أن ما سيحدث بعد ذلك سيغير حياتي بالكامل، ويضعني في موقف لم أتخيله أبداً. لأن تلك اللحظة لم تكن مجرد حديث عابر، بل كانت بداية سر خطير سيغير كل شيء. بعد تلك اللحظة في غرفة خالد تغير كل شيء بطريقة لم أكن أتوقعها. لم يحدث شيء كبير في ذلك اليوم، لكن الجو بيني وبين علي أصبح مختلفاً. أصبح هناك توتر خفي ونظرات سريعة، وكأن كل منا يعرف أن هناك شيئاً لا يجب أن يحدث، لكنه يحدث بالفعل. في الأيام التالية حاولنا أن نتصرف بشكل طبيعي، خاصة أمام خالد. كان كل شيء يبدو عادياً على السطح: المذاكرة، الأحاديث اليومية، وضحكات الشباب التي تملأ الغرفة أحياناً. لكن في الحقيقة كان هناك سر صغير يتشكل بيني وبين علي. في البداية كنا نتجنب أي لحظة قد تضعنا وحدنا في مكان واحد، ربما خوفاً من أنفسنا أكثر من خوفنا من انكشاف الأمر. لكن مع مرور الوقت أصبح تجاهل هذا الشعور أصعب. أحياناً كانت مجرد لحظات قصيرة في المطبخ، عندما يأتي ليشرب ماء، أو عندما أضع لهم الطعام في الغرفة. نظرات سريعة، كلمات قليلة، لكنها كانت كافية لتكشف أن هناك شيئاً يتغير بيننا. كنت أعيش صراعاً داخلياً كل يوم. جزء مني يشعر بالذنب الشديد. كنت أقول لنفسي دائماً: هذا طريق خطأ، يجب أن يتوقف. لكن في الوقت نفسه كان هناك شعور آخر، شعور بأنني أعيش شيئاً افتقدته طوال سنوات طويلة. سنوات من الوحدة، من الحياة الروتينية، من الشعور بأنني مجرد تتحمل المسؤولية ولا شيء أكثر. وجود علي جعلني أشعر بشيء مختلف، شعور بأن أحداً يلاحظني، يتحدث معي، ويهتم بما أقول. لكن رغم كل تلك المشاعر كان الخوف دائماً حاضراً. الخوف من أن يعرف خالد. كنت أقول لنفسي إن الأمر يجب أن يتوقف قبل أن يتحول إلى مشكلة حقيقية. لكن الحقيقة أن الأمور لم تتوقف، بل أصبحت أكثر تعقيداً مع الوقت. كنا نحاول استغلال أي فرصة قصيرة نكون فيها وحدنا لنتحدث قليلاً. لم تكن لقاءات طويلة، فقط دقائق قليلة نتبادل فيها الحديث أو الضحك. لكن تلك الدقائق
كانت كافية لتجعل المسافة بيننا أقصر يوماً بعد يوم، حتى جاء ذلك اليوم الذي تغير فيه كل شيء. كان خالد قد ذهب إلى الجامعة صباحاً، وأخبرنا قبل خروجه أنه قد يتأخر قليلاً لأنه سيقابل أحد أصدقائه بعد المحاضرات. اعتقدنا أن لدينا وقتاً كافياً لنكون مطمئنين. البيت كان هادئاً جداً في ذلك اليوم. لم يكن هناك صوت سوى عقارب الساعة وصوت الشارع البعيد خلف النوافذ. لم أكن أشعر بالخوف في تلك اللحظة، ربما لأنني ظننت أن كل شيء تحت السيطرة. لكن الحقيقة التي لم أكن أعرفها أن بعض اللحظات في الحياة تكون هادئة جداً قبل أن تنفجر فجأة. وفي ذلك اليوم تحديداً حدث ما لم يكن في الحسبان. الباب الأمامي للشقة فتح فجأة، ولم يكن أي شخص آخر يقف خلفه، بل كان خالد قد عاد إلى البيت في وقت أبكر مما توقعنا جميعاً. وفي تلك اللحظة بدأ كل شيء ينهار. لن أنسى ذلك اليوم أبداً مهما عشت. كل شيء حدث بسرعة، لكن في الوقت نفسه شعرت وكأن الزمن توقف للحظة طويلة لا تنتهي. عندما فتح باب الشقة فجأة، لم أكن أتوقع أن يكون خالد قد عاد مبكراً. كنا نظن أنه سيبقى في الجامعة لساعات أخرى، لذلك لم يكن هناك أي قلق في تلك اللحظة. لكن القدر أحياناً يغير كل الخطط في لحظة واحدة. صوت الباب كان كافياً ليجعل القلق يتسلل إلى قلبي فوراً. خرج علي من الغرفة أولاً، ظناً منه أن خالد ربما عاد ليأخذ شيئاً ثم يخرج مرة أخرى، لكنه لم يتوقع ما رآه أمامه. خالد كان واقفاً في الممر صامتاً تماماً، لم يكن يصرخ ولم يكن يتحرك، فقط ينظر. كانت نظراته مليئة بالصدمة بطريقة جعلتني أشعر بأن الهواء اختفى من حولي. بعد ثوان خرجت أنا أيضاً من الغرفة، وعندما التقت عيناي بعيني خالد شعرت وكأن قلبي توقف. لم أجد كلمات أقولها، لم أعرف كيف أشرح أي شيء. كل شيء كان واضحاً أمامه دون أن نقول كلمة واحدة. خالد بقي واقفاً للحظات طويلة وكأنه يحاول أن يفهم ما يراه، ثم نظر إلى علي، ثم إلي مرة أخرى. تلك النظرة كانت أصعب من أي كلمة يمكن أن يقولها. كانت مليئة بالخذلان وبالصدمة، وربما بشيء من الألم الذي لم أستطع تحمله. بعد لحظة قصيرة استدار خالد دون أن يتكلم، فتح باب الشقة وخرج. لم يحاول حتى أن يسمع أي تفسير. علي وقف صامتاً للحظة، ثم ارتدى ملابسه بسرعة وخرج من البيت أيضاً دون أن يقول شيئاً. وفي تلك اللحظة شعرت بأن حياتي كلها انهارت في دقائق قليلة. منذ ذلك اليوم مر شهر كامل. خالد ما زال يعيش في نفس البيت معي، لكنه لم يعد يتحدث معي كما كان يفعل من قبل. يخرج صباحاً، يعود في المساء، يدخل غرفته ويغلق الباب. أحياناً أسمعه يتحرك في الليل، لكنه لا يأتي للجلوس معي في الصالة كما كان يفعل دائماً. حتى الطعام لم يعد يأكله معنا. أما علي فلم أره منذ ذلك اليوم، اختفى تماماً من حياتنا وكأن شيئاً لم يكن. وأنا الآن أعيش كل يوم بين الخوف والندم. أخاف أن يخبر خالد والده أو أخته بما حدث، وأخاف أكثر من شيء آخر أن يكون قد فقد ثقته بي إلى الأبد. أعرف أنني أخطأت، وربما كان خطأ لا يمكن إصلاحه، لكن أكثر ما يؤلمني الآن ليس ما حدث، بل الشعور بأنني ربما خسرت ابني. والسؤال الذي يدور في رأسي كل ليلة هو نفسه: هل يمكن أن يسامحني خالد يوماً ما؟ أم أن تلك اللحظة التي رآني فيها كانت نهاية علاقتنا للأبد؟ وهنا تنتهي قصتي، لكن الحقيقة أنني ما زلت أنتظر الإجابة حتى اليوم.